إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، أتحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الأحبة، التدرج في تطبيق الشريعة، هذا هو موضوعي الليلة بمشيئة الله تعالى مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. التدرج في تطبيق الشريعة. فالشريعة في لغة العرب لها أكثر من معنى، وأنا أحب أن أؤصل هذا الموضوع الجليل تأصيلا قويا واصطلاحيا. فالشريعة في لغة العرب لها أكثر من معنى، وأنا أحب أن أؤصل هذا الموضوع الجليل تأصيلا قويا واصطلاحيا، لأصل بعد ذلك ما أريد أن أخصصه بعد ذلك
من خصائص هذه الشريعة الربانية النبوية المطهرة. الشريعة أيها الإخوة في لغة العرب بمعنى الابتداء. العرب يقولون شرع فلان في الحديث أي ابتدأ بالحديث. شرع الطفل في المشي أي ابتدأ المشي. الشريعة أيها الأخوة في لغة العرب بمعنى الابتداء. العرب يقولون شرع فلان في الحديث أي ابتدأ في الحديث. والشريعة التي شرعها ابتداء هو الله جل وعلا. والشريعة في لغة العرب ثانية بمعنى الظهور والوضوح. والشريعة في لغة العرب ثانيا بمعنى الظهور والوضوح. فالعرب يقولون شرع الإيهاب، والإيهاب هو الجلد أي شق الجلد حتى ظهر اللحم وبان. أي شق الجلد أي شق الجلد حتى ظهر اللحم وبان. والشريعة في لغة العرب ثالثا معناها الماء الدائم الجريان. والشريعة في لغة العرب ثالثا معناها الماء الدائم السريان. الماء الدائم الجريان. والشريعة كنهر عذب متدفقا بالخير. والشريعة كنهر عذب متدفق بالخير. والشريعة في لغة العرب رابعا معناها الطريق الواضح البين. والشريعة في لغة العرب رابعا معناها الطريق الواضح البين لسعادة الدنيا وعز الآخرة. هذه الشريعة في لغة العرب التي نزل القرآن بلسانه. هذه الشريعة في لغة العرب التي نزل القرآن بلسانهم. أيها الأحبة، فما هي خصائص هذه الشريعة؟ فما هي خصائص هذه الشريعة؟ أعظم خصائص الشريعة أيها الأحبة إنها ربانية. من أعظم خصائص الشريعة أيها الأحبة الكرام أنها ربانية. فالشريعة من عند الله جل وعلا. فالشريعة من عند الله سبحانه وتعالى.
أما الشريعة اصطلاحا هي ما شرعه الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. أما الشريعة اصطلاحا هي ما شرعه الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. فالشريعة هي الدين كله، فالشريعة هي الدين كله، فهي ربانية المصدر، لذا لها كل جلال ولها كل جلال ولها كل كمال. فالشريعة ربانية المصدر، لذا لها كل جلال ولها كل جلال ولها كل كمال، لأن مصدرية الشريعة دليل على جلالها وكمالها وجلالها. الله أكبر. لأن مصدرية الشريعة دليل على جمالها وكمالها وجلالها، فهي شريعة الله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. فهي شريعة الله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. لا يجوز لعاقل فضلا عن عالم أن يعقد مقارنة بين الشريعة الربانية النبوية وبين القوانين البشرية الوضعية. لا يجوز أبدا لعاقل فضلا عن عالم أن يعقد مقارنة بين الشريعة الربانية النبوية وبين القوانين البشرية الوضعية. أين نور السحى من شمس الضحى؟ أين نور السحى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الحق من الباطل؟ وأين النور من الظلام؟ وأين الضلال من الهدى؟ أي عاقل هذا؟ أي عاقل هذا ليقارن بين شريعة محكمة وبين قوانين وضعها الإنسان؟ أي عاقل هذا ليقارن بين شريعة محكمة وبين قوانين وضعها الإنسان؟ وإني لا أقلل أبدا
من شأن ما وصلت إليه البشرية الآن في عالم العلم وعالم الذرة وعالم المادة، وإنني لا أقلل أبدا من شأن ما وصلت إليه البشرية إلى ما وصلت إليه البشرية الآن في عالم العلم وعالم الذرة وعالم المادة. وأنا لا أقلل من العقل المبدع الذي أبدع وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي الذي حول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات بل وفي عالم المواصلات. وأنا لا أقلل من العقل المبدع الذي أبدع وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات بل وفي عالم المواصلات. والله أنا لا أقلل من شأن العقل المبدع، لكن للعقل دور ولكن للعقل مجال، ولكن للعقل دور وللعقل مجال. فليبدع العقل في مجال العلم، فليبدع العقل في مجال الدنيا. بل وأنا أقول لهم بأعلى صوتي: نحن المسلمين، نحن الموحدين لا نريد أبدا أي حق في الجانب العلمي المادي وصلت إليه البشرية، لكن للعقل دور وللعقل مجال. فليبدع العقل في مجال العلم، فليبدع العقل في مجال الدنيا. بل وأنا أقول لهم بأعلى صوتي: نحن المسلمون لا نريد أبدا أي حق في الجانب العلمي والمادي وصلت إليه البشرية. فنحن أولى الناس بالحق عن أي أحد ومن لسان أي أحد ما لم يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى الناس بالحق عن أي أحد ومن لسان أي أحد ما لم يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقلل من قدر العقل أبدا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. كالبرق دون النور ليست مدركة حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة، ونور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة، فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينالك ضياؤها فالعقل يهديك قصد سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالب درب الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فأنا لا أقلل من شأن العقل أبدا. قال الإمام ابن القيم: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفسيرا. كالقرص دون النور لست بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة، فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لن ينالك ضياؤها فالعقل لا يهديك خطأ سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درب الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذلك دليلا. فأنا لا أقلل ورب الكعبة من شأن العلم والعقل، ولا أنكر أن البشرية قد بلغت مرحلة كبيرة وشأن عظيم في هذا الجانب العلمي، ولكنني أؤكد أن الإنسان حين يتخطى دوره ويتعدى المنهج وينسى نفسه، وحين يجعل لنفسه طاغوتا يريد أن يعبد في الكون من دون الله. ولكنني أؤكد أن الإنسان
حين يتخطى دوره ويتعدى المنهج وينسى نفسه، وحين يجعل لنفسه طاغوتا يريد أن يعبد في الكون من دون الله جل وعلا، فيتقدم ليضع لبني الإنسان منهجا بعيدا عن منهج الله تعالى، ومصادمة لمنهج أنبياء الله ورسله. يريد أن يعبد في الكون من دون الله، فيتقدم هذا الإنسان ليضع لبني الإنسان منهجا بعيدا عن منهج الله تعالى، ومصادمة لمنهج أنبياء الله ورسله. يأتي الإنسان في هذه الحالة بالأعاجيب، فيأتي الإنسان في هذه الحالة بالأعاجيب، لأن منهجه سيأتي ملازما لعقله وفكره وقدراته وإمكانياته، لأن منهجه سيأتي ملازما لعقله وفكره وقدراته وإمكانياته. فالإنسان أيها الأحبة محكوما بالزمان ومحكوما بالمكان ومحكوما بضعفه وقوته. إن عاش الإنسان في زمان فلا يعيش في غيره، وإن عاش الآن في مكان فلا يرى ما يحدث في غيره. يأتي الإنسان في هذه الحالة بالأعاجيب، لأن منهجه سيأتي ملازما لعقله وفكره وقدراته وإمكانياته. فالإنسان أيها الأحبة محكوما بالزمان ومحكوما بالمكان ومحكوما بضعفه وقوته. إن عاش الإنسان في زمان فلا يعيش في غيره، وإن عاش الآن في مكان فلا يرى ما يحدث في غيره. ومن ثم إن وضع الإنسان منهجا لبني الإنسان مصادما لمنهج الخالق جل وعلا، يأتي منهجه عاجزا قاصرا ضيقا، قد يصيب في جانب ويخطئ في جوانب أخرى. إن وضع الإنسان منهجا لبني الإنسان مصادما لمنهج الخالق جل وعلا، يأتي منهجه عاجزا قاصرا ضيقا، قد يصيب في جانب ويخطئ في جوانب أخرى. ومن ثم يأتي كل مشرع بعد ذلك إن صحت اللفظة ليضيف إلى هذا التشريع
الذي وضعه منصبه أو ليحذف منه. ومن ثم يأتي كل مشرع بعد ذلك إن صححه اللفظ ليضيف إلى هذا التشريع الذي وضعه منصبه أو ليحذف منه. ومن ثم لا يمكن على الإطلاق أن يكون هنالك تشريع للإنسان يجمع بين دينه ودنياه، بين عقله وروحه وبدنه، وبين دنياه وآخرته. لا يمكن أبدا إلا أن يكون هذا التشريع إلا لمن خلق الإنسان وهو وحده الذي يعلم ما يسعده وما يشقيه، هو الله جل وعلا. ومن ثم لا يمكن على الإطلاق أن يكون هنالك تشريع للإنسان يجمع بين دينه ودنياه، بين عقله وروحه وبدنه، وبين دنياه وآخرته. لا يمكن أبدا إلا أن يكون هذا التشريع إلا لمن خلق الإنسان وهو وحده الذي يعلم ما يسعده وما يشقيه، هو الله جل وعلا. وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات أعمالنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.